محتاج شيء تبعت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الحالة الإنسانية اللي نشرناها، هذا الولد خطية المسكين المريض، هاي حالته وهاي وضعيته. كانت أمة ناشدة للخير وفيديو وصلنا ونشرناه بصفحاتنا الرسمية بالتواصل الاجتماعي. هو بحاجة إلى تكرمون حفاضات وعلاج. الناس الخيرة جابوا له هاي الحفاضات اللي تشوفوها أمامكم، وأيضا إن شاء الله جابوا له العلاج راح يكفيه لمدة 3 أشهر، وراح نبقى مستمرين مع هاي العائلة. شنو يحتاجون هذا المسكين، شنو يحتاج هو والدته، احنا راح إن شاء الله بوجود الناس الخيرة الناس الطيبة اللي ساهمت ويانا في إسعاد هاي العائلة. وهذا هو طبعا أكيد يحتاج لمراجعة طبيب، يحتاج لمصرف، يحتاج لفراش يعني فراش مو ذاك الفراش، بطانية قديمة، يحتاج لاهتمام. فإن شاء الله أنتم الناس الطيبة ما راح تقصرون. وهاي حجية هاي الأمانة وصلتك. يا الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله ميزان أعمالكم، والفاتحة لموتاكم، ورحم الله لأهلكم، والله يوفقكم بالدنيا وبالآخرة. مأجورين يا الله، يعطيكم الصحة والعافية كل من ذكر هذا المريض. اي والله. محتاج شيء تبعت؟ سعداء صاروا بسبب تبرعك انت اللي تشاهدنا واللي ساهمت ويانا في زرع الابتسامة على عيون هاي العائلة اللي كانت احتياجاتهم بسيطة بس عدهم صعبة. والحمد لله ايضا اخذنا لهاي العائلة مسواق وايضا دجاجة، وهذا كله من خيرات الله سبحانه وتعالى والناس الخيرة اللي تساهم ويانا. شكرا لكم، واتمنى ما تنسون هذا المريض لأن يحتاج منكم دائما أنه توقفون وياه، وهو بس هو وأمه المسكينة اللي لا حول ولا قوة. شكرا للجميع اللي ساهموا ويانا، وجزاكم الله خير الجزاء. عمر خلص تعب براحة ما شفنا، لا عشنا بشبابه ولا تونسنا. كل باكر يجي باكر نقول تهون، وباكر من يجي أزيد يتعبنا. نرتاح وقت والعمر ما له حدود، هاي بالتعب ينشافضل حتى بسوالفنا. بالله بيابخت نقضي العمر حسرات، الفرح ما مر علينا الحزن صاحبنا. لا يغرك شكلنا تقول ذولا كبار، صغار عمارنا والوقت شيبنا.